وش يقول؟ احنا حققنا بطولة دوري، لكن في هذه المباراة سنحقق امران، اولهما بطولة كأس الاردن، الله يسجل لدينا الجزيرة عن طريق عصام بيضين. كنت اتحدث عن ماذا يقول هذا وماذا يقول ذاك، ولكن الجزيرة في الربع ساعة الاولى يسجل اول اهداف المباراة. عصام بيضين يبيضها هنا في هذه المباراة ويسجل اول اهداف. يريدون بطولة، يريدون العودة، يريدون التتويج ولو كان على حساب الزعيم. شوف الكرة الماضية هنا، الاستلام بالصورة الممتازة، وبعد ذلك عمر مناصرة الظهير الايسر يرى، يراقب، يلعب الكرة العرضية، الله في مرمى معتز ياسين. لا حول له ولا قوة في الكرة الماضية. شوف الرقابة لم تكن موجودة وحاضرة من ابراهيم دلدوم، لذلك استطاع الله 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 خطأ واضح فادح من ابراهيم دلدوم في اللقطة الماضية ليسجل من خلالها الجزيرة اول اهداف المباراة. الكاتب والاديب الاردني الشاعر حسني فريز عندما كتب نشيد النادي الفيصلي في عام 1945 كان في بيت يقول فيه: عزت بنا في هذه اللحظات. استحضرت روحه وسجل الفيصلي في هذا التوقيت. بهاء عبد الرحمن، لا والله هو بهاء سلطان ليسلطن الاجواء. ماذا سيحصل؟ ما هو السيناريو؟ من متوتر؟ من ضابط النفس في هذه الركلات؟ الفيصلي يبدأ عن طريق افضل، لربما من يسدد الكرات الثابتة، بهاء ولا عبد الستار؟ بهاء يسدد وعبد الستار يتصدى. الكرة الاولى لمصلحة الجزيرة، يضيع الفيصلي الكرة الاولى، والراحة للجزيرة والعبء الكبير على لاعبي الفيصلي. 1-0، 1-0 الان لدينا. الجزيرة سيسدد، شلباية، الله، 1-0 يسجل من خلاله الجزيرة. بطاقة صفراء لفراس شلباية، وهدف مقابل لا شيء. ركنها في زاوية صعبة في مكان قوية. شوف مراد الزواهرة ذهب إلى اللاعبين في توجيهات طبعا بعد العملية اللي قام فيها اللاعب فراس شلباية. وهذا أحمد عبد الستار الذي تصدى لكرة بهاء. وهنا شوف يعني بهاء عبد الرحمن راح إلى فراس شلباية. هذه الحركات لا تستفز فيها الجمهور. أنت اللاعب القدوة، يجب أن تكون ذلك. عموما نأتي الآن إلى ركلة الجزاء الثانية. كبرت، ما كان لها داعي على الإطلاق حتى الآن، وأنت لم تفز يعني بالبطولة. لا يصح مثل هذا. ونأتي الآن إلى ركلة الترجيحية الثانية بالنسبة للفيصلي. أكرم الزوي أمام عبد الستار، كرة خطيرة جدا، الكرة تلعب في المرمى، في المرمى. هدف لهدف.
هدف لهدف. يسجل يعادل الكفة، لكن بركلة ترجيحية وبأسبقية للفيصلي على الجزيرة، لكن النتيجة تعادل هدف لهدف. الآن ركلة الترجيحية الثانية، الركلة الترجيحية الثانية بالنسبة للجزيرة. هل يعود للتقدم الجزيرة أم لدى معتز ياسين كلام آخر؟ تسديدة نور الروابدة، يسدد في المرمى. 2-2. نور الروابدة يعيد التقدم للجزيرة. دلدوم وعبد الستار من يتفوق على الآخر؟ كرة، الله 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 الله، ركلة بامتياز لإبراهيم دلدوم، ركنها بصورة جميلة جدا إبراهيم دلدوم في مرمى أحمد عبد الستار. أصبحت 2-2. أصبحت 2-2. الآن التسديدة الثالثة للجزيرة، إما أن يذهب عبد الله العطار على ما أعتقد إلى 3-2، أو أن يبقيها معتز ياسين بهدفين لهدفين. راح نشوف. العطار أمام معتز، العطار ومعتز، والكرة تلعب. الله، ضاعت كرة العطار إلى خارج أرضية الملعب بعدما ارتطمت بالعارضة، وتصبح النتيجة هدفان لكل منهما. شوف الكرة وضعت بهذه الطريقة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. 2-2. حتى في ركلات الترجيح إثارة، إثارة. راح نشوف هذا مين، هذا مين. يبدو بأن زريقات. راح نشوف الآن الكرة تنفذ، هدف يأتي لمصلحة لا والله، هذا عدي زهران، عدي زهران يسجل وللمرة الأولى يتقدم. هذا معتز أمام لاعب الجزيرة، كرة تنفذ. أوه، يتصدى معتز ياسين لهذه الكرة. شوف اللقطة الماضية لعبت بهذه الطريقة. إن سجل الفيصلي يظفر بالثنائية ويظفر باللقب ال19 له. لوكاس سيمون هل يحسمها؟ مبروك اللقب. انتهت الأمور مشاهدينا متابعينا في كل مكان. الفيصلي بطل كأس الأردن في لقب هذا الموسم 2016-2017 ليتوج نفسه للمرة ال19. هاردلك من الأعماق للجزيرة، فريق بالفعل قدم نفسه هذا الموسم، ولكنه دائما ما كان يصطدم بعتبة كبيرة جدا هي عقبة الفيصلي. هكذا فعل الفيصلي، هكذا حقق الفيصلي الألقاب. الفيصلي لم يكن بالصورة المثلى هذا الموسم، لكنه يحقق الألقاب. مبروك مبروك. اوه لا 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 يا جماعة، لا يا جماعة، ما توصل بهذه الطريقة لنرتقي.
في أحضان الزعيم للمرة 19. مبروك، ألف 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 مبروك لكم ولجماهيركم العاشقة المتيمة بحبكم. بهاء يا من أضعت، الآن أنت ترفع الكأس. هكذا كان مشهد الختام مشاهدينا.